أشهر آيس كريم في داخل عدن اسمه آيس كريم أبو روتي، ويسمى آيس كريم التواهي وبابا شرف. ملعقة صغيرة نشا نخلطها بشوية ماء بارد. نحمص أو نكرمل 3 ملاعق حليب بودرة. انتبهوا معي هنا، لو الحليب احترق بيصير فيه مرارة. بعد ما الحليب يتكرمل نحطه على جنب. الآن نكرمل 4 ملاعق سكر. بعد ما تكرمل نضيف كوب ماء. ننتظر شوية لما كل السكر يذوب، وبعدها نضيف باقي المكونات اللي هم الحليب المكرمل، 6 ملاعق حليب بودرة، ربع كوب كريمة خفق، شوية ملح، والنشا اللي جهزناه في بداية الفيديو. طبعا مش لازم تضيفوا المكونات بالتدريج. الآن نطبخ المكونات تقريبا 5 دقائق تقريبا لما النشا تبدأ تتفاعل معانا ويصير ثقيل. نسكب الكريمة في صينية ونتركها على درجة حرارة الغرفة، وبعدها نحطها في الفريزر. كم المدة يا محمد؟ لما يتجمد 2 4 ساعات حسب الفريزر اللي عندك. الوصفة هذه ليست الوصفة الأصلية، عدلتها عشان المغتربين.